انت كذابه. والله العظيم وجهك قسما عندك. بالله. انا اراك كذابه. يا شيخ لو سمحت، أنا شفت في المنام إنه في تنتين، يعني إحنا كنا بمكان نفس حوش وكان شوي عتم، وأخذوني تنتين، كان في وحدة ساحرة قاعدة بالحوش. لحظه. انت من فين تتكلمين؟ نعم. انت من وين تتكلمين يا اختي؟ أنا سورية بس مقيمة بالإمارات. عيدي منامك. أنا شفت إني كنت بحوش بيتنا يعني، ومو كتير متأكدة إذا كان بيتنا، بس إني شفت هيك إنه في تنتين كانوا أخديني. نساء. كان في امرأتين. أيوة تنتين مجهولات امرأتين. الحالة ومعلومة. لا ما أعرفهم. نعم مجهولة. وكانوا أخديني، كان في ساحرة قاعدة عنا بالحوش، تمام. فأخدوني لعندها وطلعوا صورة شاب، قالوا لها إنه نحن بدنا إياها تتزوج هذا الشاب، وأنا ما بعرفه هذا الشاب. والمطلقة ولا عزبان؟ أنا متطلقة وعمري 23. طلعوا لها صورة الشاب وقالوا لها إحنا نباه تتزوج يعني هالرجل. فأنا في واحد متقدم لي، يعني هو مكلم أهلي بس إن أهله رافضين، تمام. والصراحة إني أنا أبى هالشاب اللي متقدم لي، فأنا قلت لهم لا، إني أنا يعني بدي. هذا خلاص، هذا خارج المنام ولا في المنام؟ في المنام. طيب. حكيت لهم إنه لا، أنا بدي هالشاب اللي متقدم لي. فقالوا لها للساحرة إنه لا، خليها تتزوج هذا الشاب. وكانت الساحرة مشغلة نار وكانت عم تخلط شيء وبدها تشربني إياه لونه أسود. فأنا كنت عم بصرخ وأحكي لهم لا لا. وكان في شيء مثل عتيابي، مثل صورة للشاب اللي متقدم لي. فأول ما صارت تقرأ علي الساحرة أشياء ما كنت فهماني شو الأشياء. كراكوف حيا على فيك، من تحبين يا أختي؟ نعم. أنت تحبين شخص؟ أيوة، الشخص المتقدم لي أحبه وأنا أباه، وكانت صورته على ملابسي. فأول ما المشعوذة صارت تقرأ علي أشياء. يا أختي في الحقيقة أنت تحبين الرجل؟ أيوة أحبه يا شيخ. كملي. فكانت صورته موجودة على ملابسي. أول ما صارت تقرأ علي الساحرة فبدأت تتطاير صورته، فأنا يعني صرخت وقمت من المنام. كراكوف من قطر، حيا هلا فيك، سعدك الله، بارك الله فيك. أنت تكلمين الشاب ده؟ أيوة بس بعلم الأهل يعني، وهو مكلم أهلي وكل شيء، بس هو ينتظر موافقة أمه، يعني هو يقنع أمه بالزواج. كيف علم الأهل يعني؟ ما فهمت يعني، اشرحي لي يعني. قالوا لك روحي كلميه يعني؟ لا مو بس هو كلم أهلي. من اللي قال لك روحي كلمي هذا الرجل؟ من هو؟ اعطيني خليني كلمه. يلا اعطيني كلمه. هو اللي كلمني. انت تقولين بعلم الاهل انا اكلم، يعني اكلم هذا الشاب واحبه. اعطيني اهلك اللي يسمحوا لك تكلمين هذا الشاب، من هم؟ ابوك، امك، اخوك، اختك، من هم؟ أمي. اعطيني امك، خليني كلمه. أمي مو موجودة الحين. تصرفين يعني ولا شو؟ لا نايمة. ما تخافين الله عز وجل. ليش يا شيخ؟ هل يجوزك تكلمين هذا الشاب الان؟ ما أعرف، بس يعني إنه لا مو صحيح. لا تعرفين. لا تعرفين انه ما يجوز، تعرفين هذا امر محرم ما ينبغي. لا تعرفين، ما انت جاهله. من بدايه منامك لين نهايه منامك وانت متعلقه فيه، لكن لا تصبح حياتك غدا جحيم. دائما اللي بياخذ بهذه الطريقه ترى تصبح حياته عكسيه. طب السحرة الموجودة بالمنام هل بيكون هو سحر ولا؟ السحر في المنام يدل على تعلق وحب وامور، وبعض اشياء بالاتصالات منكره ومحرمه. لا تخليني اطلع بصدري كله. اتق الله عز وجل واتركيك من المكالمات اللي فيها من الفحش والمكالمات المحرمه. يلا مع السلامه.
اتق الله عز وجل ولا تكلمين هذا الشاب، وإذا عقدت القران عليه بصرك، لكن الآن ما يجوز لك شرعا، محرم انك تكلمين هذا الشاب. واتق الله عز وجل، خافي الله عز وجل. والمنكرات اللي بينكم في الاتصالات اتق الله، خافي الله عز وجل في نفسك. هلا اسمحوا لها تتكلم. سدت نفسك الحين، حتى اللي بيتعبر ما ادري كيف تعبر. جماعة الحرة ما تفعل هذا الأمر أبدا. المرأة ما تفعل هذا، الحرة ما تأبى ولا تقبل. دائما الطاهرة العفيفة ما تقبل بهذه الصفات أبدا، ولا تسمح لرجل أيا يكن. إذا تم عقد القران أنت وذاك هذا زوجك، لكن إذا ما عقد عليك القران محرم عليك، هذا رجل غريب عليك. جماعة في أشياء أقسم بالله العظيم أن ودك. حياك الله أخوي حمدان، الله يسعدك. يعني في أشياء يعني وين إيش حب، إيش الكلام ده؟ وين الطهر؟ وين العفاف؟ وين الأبية اللي لا تقبل؟ وين بنت رجال اللي لا تسمح لأحد أن ينال منها شيء، لا صوتها ولا مكالمات ولا حب ولا علاقات ولا خنبقة؟ وين؟ يحبني وحبيته وتكلموا وبيتزوجني بتزوج. طيب إذا ما تزوجك وهالعلاقات المحرمة الأمور سامحي لي أهلي، والله لا يسألهم الله عز وجل يوم القيامة. يا زين البنت رجل طاهرة عفيفة شريفة أبية، اي والله لا تسمح لأحد، شخصيتها قوية، نجو حالها ونغابوا ونحضروا فتاة بما تعنيها الكلمة، طهر يمشي على وجه الأرض. لا تقول لي نادرة، لا مو صحيح، لا فيه بناتنا واجد نحسن لهم الله عزيزة من الصادقات، مو بشرط انها محافظة ولا ملتزمة، لا ما تسمع أحد، هذا الصحيح وهذه التربية. أما يجيني والله أحد سامحين أكلم شاب وأحبه ويحبني وتالي الليل سواليف وما أدري شو يصير المكالمات، يا أخي وين حنا؟ والله وين حنا يا جماعة؟ سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا حلمت أن زوجي وأبوه يحولون مجلسي إلى مشب. كم لك متزوجة يا أختي؟ وكأن أخو زوجي معهم بس جالس. ها؟ مستانس؟ أخو زوجي جالس معاهم وأنا داخلة عليهم أشوف إيش سووا، بدون عباية جيت وكأنه عادي. أبو زوجك عندكم قريب منكم؟ إيه. مسكنة قريب منكم؟ أيوه. يدل على سهرات بس، جلسات سهرات. أسأل الله عز وجل أن يصلح لك جمعات أسرة زوجك.